في أطراف قرية صغيرة مهجورة كان في بيت محدش بيقرب منه من سنين. كل اللي حاول يعيش فيه بيختفي بعد أول ليلة. بس في سنة 2020 جت بنت اسمها سلمى مصورة بتحب الأماكن القديمة، وقررت تدخل البيت علشان تصور فيديو لقناتها. أول ما دخلت لاحظت حاجة غريبة، الهواء جوه تقيل كأنه حي، والجدران فيها شقوق بتتحرك ببطء كأنها بتتنفس. حطت الكاميرا، ولما شغلت التسجيل ظهر على الجدار كلمات بتتكتب لوحدها بالحبر الأسود: رجعني، رجعني للمكتبة. سلمى تجمدت مكانها، لكن الفضول غلبها. بدأت تدور في كل الغرف لحد ما وصلت مكتبة صغيرة مليانة غبار، ولقت هناك دفتر مفتوح. على صفحة نصها مكتوب بخط بشري متقطع اللي يقرأ: يكمل القصة بدمي. الأنوار بدأت ترعش، وصوت خربشة جاي من الحيطان، وصوت همس قالها: كملي أو أنا هكتب مكانك. فجأة الكاميرا اللي معاها سجلت إيد طالعة من الحيطة، مسكت القلم وبدأت تكتب على الجدار كلمة جديدة: سلمى.